من كام يوم كنت بقلب كده ولقيت عرب هاردوير منزله تجميعه ب20,000 جنيه، واحنا كطلبه او كحديث تخرج لسه بيقبض 3-4، فمعقول يعني يروح يجيب كيسه او كمبيوتر ب20,000 جنيه وهيشغل له الجيمز والبرامج على قدها وستيم فريم والكلام دوت؟ احنا ما ياكلش معانا الكلام دوت. احنا عايزين كيسه بسعر اقتصادي فعلا، عشان هما كاتبين على الفيديو بسعر اقتصادي، يعني 20,000 ده الاقتصادي بتاعهم. لا احنا عايزين حاجة على قد ايدينا فعلا. انا النهاردة جايب لك جهاز بسعر اقتصادي فعلا. هو انا مش اشطر واحد تاخد مني جهاز كمبيوتر او جهاز استيراد، بس انا جايب لك جهاز بجد رخيص وجبار، وكمان هتقدر تعدل عليه في المستقبل. انت بس اهم حاجة تعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. جايب لك كيسة مشهورة جدا وموجودة في السوق المصري بشكل كبير، وهتلاقيها مفروض في اي محل هتدخله بتاع الكمبيوتر مفروض تلاقي الكيسة ديت لانها مشهورة جدا، وهي ال HP برو ديسك 600 G1. وباختصار كده الكيسة بتيجي ببروسيسور كور i5 4570، والبروسيسور ده كويس جدا ومحترم لان انا بستخدم الاي 5 3470 وعامل اداء جبار معايا. الجهاز ده بيشغل جميع البرامج اللي تتخيلها وجميع الالعاب اللي تتخيلها، والناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي من قبل كده هتعرف الكلام ده كويس، وانا عامل تيست للجهاز ده كل البرامج وكل الالعاب. عندك الرامات دي دي رام 3 8 جيجا، ودي حلوه قوي وكويسه كبدايه. تقدر تقول على الجهاز دوت فعلا الفئه الاقتصاديه، لان الجهاز ده في السوق ما بيعديش ال 4000 جنيه في وقت تنزيل الفيديو ده، عشان ما تبقاش تقول لا ده الجهاز غلا او كده. لا الجهاز دلوقتي ب 4300 بكتيره قوي، ولو الدنيا ضيقت معاك خش اشتريه من على امازون. الجهاز ده في المستقبل هنقدر نعدل عليه، هنقدر نعدل عليه ونقدر نركب له هارد اس اس دي 240 جيجا، والهارد دوت بيبقى تقريبا عامل 600 جنيه او 700 جنيه في السوق المستعمل. ممكن تجيبه من شركه كينج ستون اس اس دي 240 جيجا، يبقى عامل في الحدود اللي انا قلت لك عليها. خلي بالك الاس اس دي بيفرق جدا 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 في الجهاز. طب واقدر اعمل في الجهاز ده ايه تاني؟ هنقدر نركب له كارت شاشه. ممكن تختار كارت شاشه بفئه اقتصاديه، يعني انا مثلا ارشح لك الجي تي اكس 750 تي اي والجي تي اكس 1050 تي اي. بس الجي تي اكس 750 تي اي ممكن تلاقيها ب 2000 جنيه ب 2200 في سوق المستعمل، وممكن الجي تي اكس 1050 تي اي ممكن تلاقيها في حدود مثلا 3.5 4 حسب استخدامها وحسب سوق المستعمل. فكك من التجار الاستغلاليين، لان لو عنده التاجر لو عنده فيجا شبه ديت بيعلوا سعرها جدا. فانت خش كده في سوق المستعمل اللي هو ماركت بليس بتاع فيسبوك كده، ممكن تلاقي حاجات تحفة واسعار كويسة، وهتشتريها من صاحب الحاجة على طول، مش هيبقى فيها زي وسيط. طب انا لو حطيت القطعتين دولت على الجهاز بتاعي دوت هيفرق جامد. الهارد الاس اس دي حرفيا لو حطيت عليه البرامج والالعاب المهمة اللي انت بتلعبها او بتشتغل عليها بشكل يومي حرفيا هيفرق معاك جدا. حتى وانت بتفتح الجهاز هيفتح اسرع كتير. وانا في فيديو ليا بقارن لك ما بين الهارد الاس اس دي والهارد العادي بتاعنا. اما بقى كارت الشاشه لو حطيناه على الجهاز بتاعنا دوت هيفرق معانا جدا في الالعاب والجرافيك والفريمات. حرفيا احنا كده لمينا الجهاز بتاعنا بسعر يعني يعتبر رمزي بالنسبه للاسعار الخرافيه اللي انا بشوفها دلوقتي في السوق. يعني احنا لقينا دلوقتي يعني جمعنا الجهاز تقريبا ب 7000 جنيه لو احنا نركب له الهارد الاس اس دي والكارت الشاشه 7 ونص 8 في الحدود ديت. في ناس كتير مش بتحب المستعمل او مش بتحب الاستيراد، بس انت في ظل الظروف ديت انت مش تقدر تجيب حاجه جديده بالسعر ده. وانت لو لقيت تجميعه كويسه في الحدود ديت قدام حد من صحابك في سوق المستعمل، ولقيت نفس الامكانيات ديت او اعلى شويه بنفس السعر دي، في حاجات ساعات بتبقى لقطه ممكن تتوكل على الله فيها. يعني انا ساعات بلاقي تجميعات الصراحه كويسه جدا وكامله ب8 وبال9 وبالرقم دوت. لكن انت لو رحت تشتري جديد فانت تشتري تقريبا كارت الشاشه بالرقم دوت اللي هو ال8 او ال9. فاحنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت،
وما تنساش بس اللايك وسبسكرايب. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله. ما تنساش لو عندك سؤال قوله لي، انا هرد عليك على طول. طبعا نشوف الاداء الكيسه في الجيمز. وجاتا في على الهاي 1080 بتديك 146 فريم في الثانيه، وعلى الالترا بتديك 58 فريم في الثانيه. اما بقى بالنسبه لسايبر بانك فبتديك على اللو ال 1080 30 فريم في الثانيه، وهاي 1080 بتديك 20 فريم، والالترا 1080 بتديك 16 فريم. اما بالنسبه كونتر سترايك جو فعندك على اللو 250 فريم، وعلى الهاي 720 220 فريم، وعلى الالترا 1080 170 فريم. تعال بقى نتكلم على ذا ويتشر. ذا ويتشر بتديك على اللو 720 بتديك 143 فريم، وعلى الهاي 1080 50 فريم، وعلى الالترا 1080 تديك 28 فريم. تعال بقى نشوف فورتنايت. وعلى اللو 720 بتديك 180 فريم، وعلى الهاي 1080 بتديك 55 فريم، وعلى الالترا 1080 45 فريم. اداء كويس جدا في فورتنايت. اما بقى على ماينكرافت ففي اللو 720 بي فبتديك 140 فريم، وعلى الهاي 180 فريم. سوري، على الهاي 1080 110 فريم، وعلى الالترا 1080 60 فريم. تعالى بقى نتكلم على بابجي. و من اهم الالعاب اللي الناس بتسأل عليها على طول. وعلى اللو 720 بتديك 120 فريم، وعلى الهاي 1080 بتديك 80 فريم، وعلى الالترا 1080 بتديك 60 فريم. فعندنا بقى ريد ديد 2. عندنا في اللو على 720 بتديك 70 فريم، وعلى الهاي 1080 بتديك 40 فريم، وعلى الالترا 1080 30 فريم. بالنسبة للأداء في ريد ديد 2 كويس جدا. نتكلم على باتل فايلد في. عندك في اللو 720 بي بتديك 110 فريم، وفي الهاي 1080 بتديك 50 فريم، وعلى الالترا 1080 بتديك 45 فريم. ده برضو اداء كويس. تعالى بقى نتكلم على الفريك كراي 5. وفي اللو 720 بتديك 80 فريم، وفي الهاي 1080 45 فريم، وعلى الالترا 1080 بتديك 30 فريم. فده برضو اداء مقبول. عند الفورزا هورزاين 4 بتديك في اللو 720 170 فريم، في الهاي 1080 60 فريم، في الالترا 1080 55 فريم. ودي بالنسبه للالعاب. وده برنامج من اتقل البرامج اللي بتقدر فيها تصمم البيوت، وتصمم مثلا ديزاين فيلا، ديزاين بيت مثلا عايز ترتبه. ده من اتقل البرامج اللي هتقدر تشتغل عليها على الجهاز. يعني اطمن بقى من ناحية برامج ادوبي ومشتقاتها.